ها انت شوفي انا اللي غنصبغ الدار بشويه بشويه. باش دير لينا اللوان ديال القناوه ونعاود نجيب صباغ يعاود لينا من الاول. على مالي ما تنعرفش نصبغ؟ شحال من حاجه تقول لي تنعرف نديرها وغادا تخربقها. بحالاش؟ الذبيحه تدوز على الحولي حك جر وتبقى واقف. السليخ تترد البطانه بحال الكسكاس. الصابون تتنسى الحوايج في الماكينه حتى تيخلصوا. اتاي تتعمر وتيجي غا الماء والزغاريد. دابا انا رديتيني في هاد الدار حمار ما تيصلح لوالو. ايوا انت اللي قلتي على راسك حمار. وملي قلت انا على راسي حمار انت قولي حاشا واش تكون حمار؟ واش انا غنعرف راسك احسن منك؟ وخلي ليا فلوس الصباغه. علاش؟ غنعيط على فؤاد ولد خالتي يشري الصباغه ويجي يصبغ ليا. واش قرب ولد خالتك للصباغه؟ فؤاد بسلامته تيعرف كلشي. ولد خالتك تتكبري به وراجلك تطيحي منه. وخليني ساكته احسن. لا غدوينيت. وانت ديما فاضحني. لم يا بنت خالتي الصواب والاداب والقرايه. لم يا الطياب والحلوى. لم يا نجحات سافرات قبلات بكرات. نزيدك زيديني. لم يا تقول لك شرب الماء القاطع الحياه ديك الكحبه تشربه. وانا نقول لك شرب السيرو ديال الكحبه تقول لي يجيني مر. حيت لمية تدوي بالاداب. وانا انت تدوي بحال شي عسكري في الحرب والوحيد اللي تصنتي ليه هو ولد خالتك. الا قال لك نصبغوا الدار بالكحل تصبغيها، وانا اللي قلت لك نصبغوا البلافون بالبيض غتقولي لي منا في السبيطار. انا تنعوش امي بحال هكا معايا انا مع البراني لا. بغيتكش نهار ملي تدوي معايا تفكري باللي انا راجلك. انا اللي واحد النهار جيت خطبتك، انا اللي واحد النهار جيت تزوجت بيك، انا اللي واحد النهار بستك فوق العماريه، انا اللي درت يديا في يديك، انا اللي شربتك الحليب. ولد خالتك لقاه في داري بلا خباري نصبغك انت وياه بالكحل. فين غادي؟ هذا القريه الكحله. وغادي لوح معاك ميكا ديال الزبل. معاك انتي غالبا تضاربوا وتتجبدوا الصداع مع الناس اللي قراب ليكم، مع الناس اللي بين قوسين تتبغيوهم، راجلك مرتك ولدك بنتك خوك اختك امك باك. اعطيني عقلك. نصيحة تجي من عند واحد قريب ليك غالبا ما تتسوقش ليها، نصيحته تدخل من ودن تتخرج من ودن. ولا عطاك نفس النصيحة واحد بعيد عليك ماشي من حبابك تتصنت ليه، ما تتقاطعوش، تتبسم ليه، تتحضر ليه راسك، تتخشى حداه، وفي الاخر تتقول ليه ميرسي على النصيحة بارك الله فيك. علاش ما تسوقتيش لهداك اللي قريب ليك وكبرتي بهداك اللي بعيد عليك؟ حيت هداك اللي قريب ليك راجلك ولا مرتك مثلا انت حاسبو ملكيه ديالك، بحال الثلاجه بحال التلفازه بحال السداري، حاجه مكتسبه في الجيب ما عندي لاش نبين ليه القيمه ديالو. وهداك اللي بعيد عليك تتعطيه قيمه حيت مازال ما ولاش ملكيه ديالك، مازال ما ولاش حاجه مكتسبه، مازال ما دخلتيش للجيب، وغير يدخل للجيب يولي كيف ما الاخر. السبب الثاني هو الناس اللي قرابين ليا تتكون عندي معاهم علاقه عاطفيه، والهضره ديالهم قبل ما تدخل لراسي تدوز على واحد الفلتر، تدوز على واحد الديوانه سميتها الديوانه ديال العاطفه. مثلا قلت لمرتي نصيحه، مرتي ما تتحملنيش وما كرهاش تنتقم مني، هاد العاطفه ديالها غتبلوكي النصيحه ديالي وما غتخليهاش تدوز للعقل ديالها. خويا اختي بغيت نقول لكم حنايا ماشي بصح كائنات عقلانيه ديما، حنا كائنات عاطفيه. وإلا ما تهليتيش فيا عاطفيا، وإلا ما تهليتش فيك عاطفيا، راه تنكبوا الماء على الرمله، راه تندوزوا العمر واحد حدا واحد، لكن التواصل بيناتنا ما تيدوش. راه بحال الا تدوي معايا في التليفون والتليفون مقطوع، راه بحال الا تجاوبني في التليفون والتليفون مقطوع. راه كاينين ازواج مقاطعين الهضره عام عامين 10 سنين 15 عام، وكاينين ازواج تيهضروا ولكن ما تيتواصلوش، حيت كاين فرق ما بين الهضره وما بين التواصل. فاللهم علمنا ما ينفعنا. بارطاجيها مع احبابك.